أسماء جلال لاحظت إن الناس في الشارع بقوا يبصوا عليها بشكل مختلف ونظراتهم غريبة. حتى زمايلها طريقة كلامهم معاها اتغيرت، ورغم إنها ما اتفرجتش على حلقتها مع رامز، لكن كلام الناس على السوشيال ميديا خلاها تجيب الحلقة وتتفرج، وانهارت من اللي سمعته وشافته. وقتها ما قدرتش تمسك نفسها وكلمت المحامية بتاعتها وقالت لها الحقيني أنا اتبهدلت ومستقبلي في خطر. أسماء لما جالها تعليقات كتير عن الحلقة كانت مبسوطة إنها ترند، لكنها ما اتفرجتش، وقالت لزمايلها أنا عارفة إن رامز أكيد طلعني مسرح واتريق عليا، ده العادي بتاعه. لكن لما لقت الوضع خطير والناس في الشارع بيقولوا لها تسلم إيد رامز جلال يا فنانة، قررت إنها تتفرج وتشوف. عشان كده نهاد أبو القمصان المحامية بتاعتها طلعت بيان وأعلنت إنها هتقاضي رامز جلال بسبب الإيحاءات والكلام اللي اتقال في الحلقة. أسماء ما كانتش تعرف حاجة عنه، وقالت إن الكلام ده يمس الكرامة وبيتخطى حدود الهزار والمسموح، وإن الموكلة بتاعتها بتحتفظ بحقوقها القانونية ضد رامز والجهة المسؤولة عن نشر المحتوى اللي اتعرض للناس وفي جميع أشكال التنمر والإساءة الشخصية. البيان لمح بشكل غير مباشر إن اللي حصل ده يعتبر تحرش واضح وصريح، وإن المجتمع حاليا بيتعافى من الأزمة دي. لكن رامز جلال بيجي كل سنة ويرجعنا مليون خطوة لورا ويخلي الناس تتعود على الألفاظ المسيئة على إنه هزار عادي وطبيعي. على الناحية التانية بقى رامز مستغرب من حالة الهجوم دي كلها، خصوصا إن أسماء مشيت من عنده وكانت مبسوطة ومفيش عندها أي نية للمشاكل. وقال للمقربين في حاجات كتير جدا اتشالت في المونتاج، والشتيمة اللي أسماء قالتها لي عملنا عليها تيت وحاجات تانية كتير، لو كنا شلنا حاجات أكتر من كده الحلقة كانت هتبقى فاضية. في مصادر قالت إن أسماء خدت في الحلقة دي 60,000 دولار، وده رقم كبير جدا، عشان كده كانت مبسوطة. لكن الظاهر إننا قدام عداوة شديدة بين أسماء ورامز، والموضوع هيبقى في المحاكم. أكتر حاجة مخوفة رامز حاليا إن المحامية اللي مع أسماء ست مناصرة جدا لحقوق المرأة ومش ناوية ترحمه ولا تحله من المشاكل، وهتاخد القضية دي على إنها قضية عمرها. نهاد أبو القمصان كان ليها تصريح قبل كده بتقول فيه الست اللي بترضع أطفالها لازم جوزها يحاسبها على مجهودها. التصريح ده يبين إن نهاد بتحب كل حاجة تبقى بحساب. عشان كده رامز لو البرنامج بتاعه ما حصلوش مشاكل الأكيد إنه هيدفع كتير. ومن حظ رامز السيء إن موضوع مؤلف مسلسل فخر الدلتا اتشال اسمه من المسلسل بسبب اتهامات بالتحرش، والموضوع لسه سخن. عشان كده رامز خايف وقلقان من الشوشرة. هل هيحصل تواصل بينه وبين أسماء ويتراضوا والقضية تتقفل، ولا العند هيدخل بينهم ونهاد هتخلي رامز يلف حوالين نفسه ويبطل البرنامج ويرحمنا؟